اهلا بيكم في اكلات وصفات. ما تيجوا النهارده نعمل شويه مخلل لفت. مفيش احسن منهم، احسن من اللي بتشتريه من بالجاهز الف مره. اللفت انت بتجيبيه وتغسليه وتنضفيه وتشيلي منه العروق لو انت مش بتحبي العروق. لو بتحبي العروق هتسيبي منه شويه صغيرين في راس اللفت كده علشان خاطر تحدقيه. لو مش بتحبي العروق هتشيليها خالص، وهتنضفي اللفت حلو وتغسليه وتشيليه من كل حاجه وهتقطعيه. اللفت انت بتجيبيه الراس اللي هي تقيله علشان خاطر الخفيفه دي بتبقى شيخه وبيبقى قلبها فاضي. بتجيبيه القشره بتاعته بتبقى حمراء علشان خاطر دي تحمر ميه المخلل من غير ما تحطي لا بنجر ولا اي حاجه. وبتجيبيه الناشف، يعني مش الناشف ان هو يبقى ناشف، لا الناشف من الطين ما فيهوش طين. علشان خاطر اللي بيبقى فيه الطين ده بيبقى شارب وبيبقى طري، فبتيجي تحطيه في المخلل. اول ما تحطيه اول يوم وتاني يوم بيتهرى على طول منه زي ما حضراتكم شايفين كده. راس اللفت ابيض من جوه واحمر خالص من بره. هي اي حاجه انت بتجيبيها لازم أن تاخدي بالك من الحاجات الصغيره دي. يعني الحاجات الصغيره دي هي اللي بتفرق معاكي في طعم الحاجه او ان الحاجه تغيب عندك او تبوظ. هتجيبي وتقطعيه بالقطاعه كده او بالسكينه اللي موجوده عندك اشتغلي بيه. عندك البرطمان اللي هتحطي فيه او الجردل اللي هتحطي فيه زي ما انت عايزه. خلاص انا سايبه شويه عروق صغيرين كده للي بيحب ياكل العروق بتاعه المخلل دي. انت ممكن تجيبي معاه كرنبيت كرنب، قلب الكرنبايه وانت بتحشي كده تسيبي قلب الكرنبايه مع العروق بتاعتها تقطعيها صغير وتبقى معاه. بنحط ورقتين لورا وليمونه خضراء. الليمونه الخضراء دي بنعصرها ونسيبها زي ما هي علشان خاطر دي اللي بتخلي اللفت ما يسودش، مهما يغيب عندك ما يسودش. والورق اللورا ده بيديله نكهه حلوه زي اللي انت بتجيبيه من بتاع الترشي. عايزه تشكليه بقى هتحطي شويه بصل. عندك بصل اول ما هتقطعيه معاه او بصل كبير قطعي بصلايه او اتنين بتديله ريحه حلوه وطعم حلو، والبصل بيبقى طعمه حلو وهو مخلل. عندك جزر، عندك خيار، بس الخيار دلوقتي بتاع الصوبه ما تخليليش منه علشان خاطر بيتهرى على طول. فانت بتحطي واحده بس، خياريه واحده بس تدي نكهه للمخلل اللي انت عاملاه. كل ده انت بتعملي مع بعضه في البرطمان. ولو انت دلوقتي لسه عامله الميه لسه جديده هتعملي يوم ويوم هتقلبي فيه، او مره بالليل ومره الصبح تحطي ايدك فيه تقلبي فيه علشان خاطر يحدق على طول ما يغيبش. لو انت الميه عامله فيها قبل كده مره هتسيبيه يوم واحد بس، او حطيتيه بالليل هتصحي الصبح تاكلي منه، او حطيتيه الصبح بالليل هتاخدي منه. قطعت الخيارية وقطعت الجزر وقطعت كل حاجة والبصل. كل ده هيتقلب مع اللفت. في الأول لو انت عندك الطبق اللي بتقطعي فيه هتقلبيه مع بعض. الجردل الواسع زي ده كده هتقلبي فيه برضه. انما لو البرطمان صغير خلاص هتعملي في الطبق، تقلبيه في الطبق الأول وبعد كده هتحطيه في البرطمان. ويا ريت لما تكوني بتعملي مخلل تجيبي برطمان او جردل يكون الحلق واسع او الفتحه بتاعته واسعه، تعرفي تحطي ايدك منه ما تعذبكيش وانت بتحطي ايدك تطلعي مخلل او تقلبيه. معايا في الخلاط دي الخلطه اللي هتخلي المخلل في حته تانية خالص. قرنين اتنين فلفل احمر وقرن شطه سوداني ونص راس بنجر من الاحمر ده وثلاث فصوص توم، ومع شوية خل، معلقتين اتنين خل بس. هتعوزي تزودي شوية مية زودي شوية خل صغيرين هتعمليهم. عندك الكبة مش هتعوزي لا خل ولا أي حاجة. هتعملي الفلفل مع البنجر. بعد كده خلصتي الخلطة دي كلها كده هتفضيها مع شوية ملح وفلفل. هتفضيها على شوية ملح وشوية ملح وفلفل. هتقلبيهم مع بعض وبتحطيهم على المخلل اللي انت عاملاه. الملح كل لتر ميه عليه 3 معالق ملح خشن كبير علشان خاطر احنا عايزين او 4. كل ما تكتري الملح للمخلل بيطول في عمر المخلل ويخليه يغيب عندك فتره اطول. انما لو سبتيه عادب كده من غير الملح كتير هيمر عندك على طول وهيبوظ بسرعه. هقلب الملح كده مع الخلطه اللي احنا عملناها وهنفضيها على المخلل في الجردل. احنا عملناه في جردل واسع نعرف ناخد راحتنا فيه. زي ما حضراتكم شايفين كده بنقلب المخلل كله مع بعضه، وكده كده ساعه ما يتحط عليه الميه كله هيتقلب مع بعض. احنا كنا زمان بنقول ان كان رزقك ضيق وسعه، فاحنا موسعين الجردل علشان خاطر نعرف ناخد راحتنا فيه. بالليل تحطي ايدك فيه تقلبيه والصبح تقلبيه علشان خاطر ما يغيبش ويحدق وتاكلي منه.
عايزاه يعني طعمه حلو وريحته حلوه، حط له ورق اللورا اللي احنا حطيناه ده، بيخلي ريحته حلوه وطعمه حلو. لايكات وتعليقات وشاروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو